سي محمد محجوب رئيس الملعب التونسي، اهلا ومرحبا. مرحبا بك ونشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله معناتها نكون اليوم حصة فيها معناتها الإضافة لجماهير الملعب التونسي وكذلك الجماهير الرياضية معناتها. سعداء جدا نستقبل اول رئيس جمعيه في البودكاست بتاعنا، لانه ركزنا برشا على اللاعبيه وعلى المسؤولين وعلى المدربين، ولكن ان شاء الله بادره خير لما لا نسمع راي الرؤساء الناجحين في تسيير الجمعيات الرياضيه في تونس. البدايات، سي محمد، الملعب التونسي ما يختلفوش اثنين، جمعيه كبيره منذ زمان، ولكن في فترة ما ضاعت هيبة الملعب التونسي. وإحقاقًا للحق، مش على خاطر أنتِ قدامي ولا ميورود، إنه في فترة محمد محجوب رجعت هيبة الملعب التونسي. ماذا فعل محمد محجوب لإعادة هيبة الملعب التونسي؟ والله الحمد لله معناتها الملعب التونسي صحيح تعدى فترات خايبة معناتها في العشرية متاع 2010 2020. طاح مرتين معناتها في الديفيزيون 2. الحمد لله معناتها وفقنا ربي وقت خديت الملعب التونسي معناتها كانت طالعة من ديفيزيون 2، ما كانش فيها لاعبين معناتها تقريبا نذكر فيها سامي هلال وماهر حناشي وكريم العواضي، فهمت باقي شوية لاعبين صغار. تحملنا المسؤولية، كنا موفقين وربي سبحانه وتعالى وفقنا وعملنا وقتها فريق قوي. استثمرنا في الملعب التونسي معناتها نحينا لي انترديكسيون، كونا فريق قوي. بنينا به حتى عامين اخرين خدينا به كاس تونس. عملنا ستركتوراسيون للملعب التونسي. كيف انا ولد فرع الشبان وكنت رئيس فرع الشبان وخدمت 6 سنين و7 سنين فرع الشبان من 2016 ل 2022. دونك كنت وقتها خديت رئاسة الملعب التونسي، كنت معمل على الشبان الملعب التونسي وكنت نعرف شنو عندنا مخزون، والخدمه اللي خدمناها في ال7 سنين هذيك مع عباد اخرين خدمنا خدمه نظيفه معناتها. كان معناتها فرع الشبان وقتها غيرناه في تونس معناتها في الملعب التونسي الحمد لله. بعديك معناتها نقاو الملعب التونسي معناتها كل سنه معناتها يخرج في لاعب. خرجنا علي سعودي لقطر، بعديك خرج ادم عروس وخرج خليل عياري. السنه هذا عياض رياحي معناتها الحمد لله معناتها البروجي كان ماشي. قعدنا نستثمر في الصغار نتاعنا نحبوا نوصلوهم للعالميه، يبدو عندنا لاعبين موجودين في البطولات الاوروبيه. تعرف الكره توا استثمار، الكره توا فلوس، ما تنجمش من غير فلوس تعيش. الملعب التونسي ماهوش ولايه ماهوش جهه معناتها ثالث فريق في العاصمه. الامكانيات والموارد نتاعو بسيطه، القوه نتاعو في المخزون اللاعبين والبشري الموجود غاديك. قعدنا معناتها كما نقول استثمرنا في المخزون البشري واللاعبين اللي عندنا اللي دايره بين الاحياء الشعبيه، ولا كيفاش نطوروا اللاعبين هذا وندخلوهم في الفريق الاكابر اللي هو معناتها باش تكلم لاعب انت صغير تحطه توفر، لازم توفر له لاعبين كبار ولازم توفر له ايكيب رياضيا تكون قويه باش نجم اللاعب هذاك يبرز. كي تحط انت لاعب ممتاز في فريق ماهوش قوي ما ينجمش يبرز. هذيك كانت الاستراتيجيه نتاعنا، استثمرنا في هذاك معناتها كما نقولوا. قعدنا نجدوا ونحطوا في معناتها نستثمر ونحطوا في الفلوس باش نعملوا كيب قوي، ووفقنا ربي باش جبنا لاعبين كيف زاد بالكريديبيليتي نتاعنا نتاع البيرو كل زاد معناتها اللاعبين ولات توا معناتها تحب تجي الملعب التونسي. معناتها اللاعبين الكل في تونس كامله معناتها اصبحت وجهه بريسك معناتها كيما نقولوا من الوجهات 3 4 فرق في تونس الوجه نتاعو هي الملعب التونسي. والحمد لله معناتها توا الملعب التونسي قاعد طلع من باليه لباليه باليه بعد كاس تونس. لعبنا في البطوله كنا مرتين بطل مرحله الذهاب، كنا نلعبوا على البطوله صارت لنا كيما نقولوا كل عام نكسبوا خبره كيفاش نتحصلوا على البطوله. لازم الملعب التونسي يقعد في المكانه هذه مدة 3 و4 سنوات أخرين إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفق ويرجع الملعب التونسي اللي هو معناتها كل مراهن الجدي في ليزاني 60 على البطولة. كل عام يدخل الملعب التونسي راهو هو اللي باش يلعب على البطولة. واضح. حكيت لي برشا على الاستراتيجية وعلى التغيير اللي صار وإدارة جديدة وفكر جديد، ولكن النجاح ما يكون كان بالأموال. اليوم منين قاعد يجيب الملعب التونسي، منين قاعد يعيش الملعب التونسي باش يحط الاستراتيجية هذه نتاعو لتطوير منشآت وتطوير اللاعبين نتاعو وتصديرهم خارج الديار التونسية؟ هو كيفاش بدينا نحن وقتها شديت الملعب التونسي سنة 2022 معناتها نلقاو فريق كما قلت راه ميساج كي نحكيو شوية أرقام. 22 شدتها فارسة ولا لاباس عليها؟ شنو؟ 22 كي خديتها فارسة ولا لاباس عليها؟ خذينا الجمعية معناتها فاسة فيها انترديكسيون وقتها قولنا 300 مليون نلقاو 800 ألف دينار معناتها انترديكسيون فيفا. دخلنا معناتها خلصنا من الانترديكسيون معناتها كنت انا ومعناتها هو معناتها الوحيد اللي دافع الاموال هذيا. دخلت الملعب التونسي استثمرنا نحينا الانترديكسيون وبعديك تعدينا عملنا لي ريكروتمون. وباش كيف باش تعمل لي ريكروتمون
في اول سنه ورئيس ما يعرفوهوش، اللاعبين ما يعرفوش وجه وكلاء جديد، لاعبين، هاي وجه وجه جديد في المشهد جديد. الإعلامي. فضمنا لهم حقوقهم في اول سنه، معناتها ضحينا برشا معناتها، كما نقولوا نحن كانت تجربه، كما نقولوا ما في بالناش معناتها واحد زاد من الاول كي يعرف يدخل على مشروع، ما في بالناش الملعب التونسي معناتها تاكل برشا فلوس، معناتها الكره تاكل برشا فلوس، معناتها في بالنا كي طلعنا في مستوى اخر بدينا ربي سبحانه وتعالى كرمنا. بعديك تباع لي سعودي، كل الفلوس هذيك زدنا استثمرناها. مشينا وقت الفواياج تركيا، وبعديك هزينا كاس تونس واستحفظنا على اللاعبين نتاعنا، خاطر بعنا لاعب واستحفظنا هيثم جويني قعد، بن عبده قعد، اللاعبين قعدوا كي لقاو ثم فلوس قعدوا، وهذاك بداية المشروع، بداية كما نقولوا العجلة تدور، معناتها نستثمروا نرجعوا فلوسنا نعاودوا نستثمروا، والحمد لله معناتها كاس تونس كان ثمرة نتاع خدمة نتاع عامين. فرحنا والحمد لله شاركنا حتى في كاس افريقيا، كنا خايفين من اللي معناتها الديبونس والمصاريف شكون كبيره على الملعب التونسي، والحمد لله وافقنا. كنا معناتها كما نقولوا معناتها في 90 دقيقه كونتر ياسما معناتها هدف ضد مرمى نتاع بلال الماجري، كنا باش نترشحوا للبول. كيف زاد عاودنا وصلنا نهائي كاس، ومعناتها نتصور معناتها المقابله معناتها نهاية تلعب على جزئيات صغيرة فهمت، وكنا نجموا ناخذ الكاس كونتر الترجي، ولعبنا كيف كاس افريقيا، وزاد كيف كنا موافقناش ربي في اللي هو كان الاوبجيكتيف تاع السنة، هو نمشيو خاطر عملنا التجربة الأولانية، دونك ولات عندنا الخبرة في الطموحات الإفريقية. الطموحات الافريقية، حابين نمشيو للمجموعات، دوري المجموعات، ما كتبناش ربي ما وفقش، لي جزئيات معناتها صغيرة نتعلموا منها، خلينا منها الخبرة، نبنيو، نوقف على ساقين، نكونوا الناس كل كما نقولوا راجل واحد في الاستاد. نحن في الملعب التونسي جمهورنا مش كبير كما جماهير الجمعيات المعروفه، جمهور قريب برشا لجمعيته، يعرف صعيب برشا ما جمعيته. صعب برشا مع جمعيته، فلازمنا كنا الناس كل نكونوا ناس واحده يد واحده باش نوصلوا للاهداف نتاعنا اللي هي معناتها معروفه للملعب التونسي، انه يجي نهار ويهزوا البطوله، ولا انا مثلا حلمي نجيو نهار نمشيو لدوري المجموعات في البطولات الافريقيه. وهذا مهم جدا في التفكير نتاعكم. حبيت تقول لي انه معناها موارد الملعب التونسي متاتيه من بيع اللاعبين لا اكثر لا اقل. ما عندكمش مستشار كبير، ما عندكمش شكون وراكم يدعم في الجمعيه. ما فماش، المدعم الوحيد هو رئيس الجمعيه، معناتها المدعم الكبير هو رئيس الجمعيه، وبعد كي يجوا المدعمين عندنا ثله من رجالات الملعب التونسي، عمل مبالغ ماهيش كبيره برشا، معناتها حتى المستشارين معناتها اكثر مستشار 60,000 دينار في الملعب التونسي، معناتها الملعب التونسي الموارد نتاعو عنده منحه البلديه ومنحه الوزاره، والمستشارين بريسك بيناتهم هذم كلهم في 1300 1400 دينار. يعني يعمل فيه الملعب التونسي اعجاز. اعجاز منطق الكره، لانه الكره اللي ما فلوس. اي صحيح، معناتها اعجاز بارابور لي ريسورس اللي عندنا، نسميو نعملوا فيه اعجاز، معناتها قاعدين نقارعوا في فرق عندها ميزانيات 10 الاضعاف نتاعنا. وصلنا المرتبه الرابعه هذا، وكنا معناتها نعملوا مخير، عملنا زاد وصلنا في نهائي كاس، وعملنا سوبر دو سوبر وما ربحناهمش، وكنا نجموا نعملوا مخير. نلتفوا، لازمنا نقعدوا كما قلت لك، نقعدوا في المستوى هذا، خاطر مش سهل كي توصل لمستوى معين، مش سهل باش تقعد في المستوى هذاك، معناتها انا بالنسبه لي انا الاوبجيكتيف ان نقعد في المستوى هذا، وبعد كل حادث حديث كان جات حاجه ربي يوفقنا ان شاء الله. اكيد الخدمه تجيب ومش تجي الحاجه ولو بعد حين، لانه مادام فما الاجتهاد وفما العمل راهي مش تجي الالقاب وتتويجات. ما يقال في الشارع الرياضي في باردو ولا حتى عند الاعلام الرياضي التونسي انه محمد محجوب وراه شقيقه هو المدعم للملعب التونسي. وهذاك هو معناتها وقت نحينا الانترديكسيون معناتها الاولانيه، دخل معايا الشقيق نتاعي هو اللي كان الداعم معايا. معناتها نحن زوز، انا وخويا معناتها واحد معناتها مهبله بالبقلاوه يعني. عايشين في البقلاوه، معناتها بالنسبه لي احنا نقوم من انا صغير، معناتها من عمري 12 سنه 11 سنه نتفرج. انا اول ماتش تفرجت فيه 88، معناتها عمري 12 سنه نمشي للمنزل نتفرج، و89 و90 الجيل الذهبي نتاع جو ركباوي وحميد وتيغانا وتغرمنا بك الجيل هذاك، فهمت معناتها. شيخة الكره كنت. كنا زاد نتفرجوا في الجمعيات الاخرين الكل، كنت انا اول ماتش دخلت المنزل ماتش سي بي وكوب دافريك تاع حمد ابو بديل، انا كنت حاضر في التيران، معناتها كنا نمشيو للتراجي، نمشيو للافريقي، تفرجت في الافريقي نذكروا الوداد 5-2 تاع الافريقي حاضر في المطر، معناتها كنا نحن في باردو مغرومين بالكره، في خزنه دار مغرومين بالكره، نمشيو نتفرجوا. كان لي ماتش ليفيرو دون نتفرج انا نذكر كي اسكندر صويح اول ماتش لعبوا، قلت لهم لاعبي مش عادي هذا، فهمت
معناتها كانت قبل الناس الكل تعيش مع بعضها، كانت ما ثماش، ما عندناش مشاكل مع الجمعيات، معناتها ليسبيرونس والكلوب في، ولا حتى السي تي قبلها كان ولاد حمتنا برشا موضوع المساكن كاو سي الله يرحمه. جرجلي، معناتها الله يرحمه. كنا معناتها الناس الكل في القهوه الناس الكل تفدلك على بعضها، الناس كل واحد نمشيو نتفرجوا في ماتشات بعضنا، نتفرجوا في الجوارات، كنا مغرومين باللاعبين الكبار، فهمت، نمشيو نتفرجوا في محمد الدين هبيطه، كنا نمشيو نتفرجوا في لطفي الحسومي، نمشيو نتفرجوا في هاشم الوحشي، في قرنا العزابي، معناتها كانت كوره قبل نتفرجوا في اللاعبين كانت نحبوا شيخ. كانت شيخ، فهمت. الشيخ هذه علاش غابت تو؟ والله غابت خاطر خاطر بين الفريق ما عادش نحبوا بعضنا، خلينا نكونوا واضحين. ما عادش ديما تلقى اللي يحب البقلاوه يتفرج في الترجي، واللي يحب الترجي يتفرج في البقلاوه، ولا يتفرج في القلوب، ولا يتفرج في سي اس اس، ولا شيخ مع الملاعبين. ساك اول حاجه الجمعيات ما عادش فيها ملاعبين، مش تخليك تمشي تتفرج. هو صحيح. ثم كثر نوعا ما من الكره الكروي، خلينا نقول الكره الكروي بين الجمعيات التونسيه. هو نعطيك، نحن قبلنا كنا نمشيو مع والدينا مع ولاد حمتنا الكبار، كنا صغار يهزونا ونمشيو وعائلاتنا مش خايفين. توا انت ولدك صغير كي تبعثوا للستاد تخاف، معناتها مش كيما قبل كانت امان، معناتها نروحوا على ساقينا من منزه ولا نروحوا من زويت، معناتها عادي، طفل تقع 10 سنين و 12 سنين وروح عادي. توا ما تحس ما ثماش امان، والناس تكره بعضها، وتحس انت في جروب واحد معناتها في فيراج ولا حاجه تلقاهم يتعاركوا في بعضهم، فما بالك بين زوج جماهير شنو باش يصير؟ معناتها الكره كثر، تفرقه صارت، ما نعرفش من الظلم تاع الكوره، ما نعرفش شنو صاير بالضبط، علاش هذا الكل، علاش ما نقعدوش ونحلوا، علاش ما نتفرجوش كيما الناس تتفرج في كوب دو موند، الناس تتفرج في وسط بعضها، هذه ما فيهم دي شالونج تاع مليارات وقاعدين يتفرجوا بجنب بعضهم ان كار دو فينال كوب دو موند او ويتيام دو فينال، وساعات تلقى الاربيتر غلط وما يصير شيء. نحن اقل غلطه اربيتر في توش الدبابز بتاع في الاستاد الكل تتلوح في وسط الاستاد، ما عادش نجم تتفرج. معناتها انا كان ما جيتش رئيس جمعيه ما نجمش نهز ولدي ونقعد في جرادان ونتفرج ونقعد نسمع في الكلام الزايد، وولدي يسمع في الكلام الزايد، وحتى بنتك ولا مرتك ما تنجمش. معناتها ريت العنصر النسائي ما عادش نجم يمشي، البنات ما عادش نجم يمشيو، الصغار ما تنجمش تهزهم، معناتها ثم تلوث معناتها سمعي وبصري، معناتها تسمع معناتها الهتافات الجهويات فسدت الكرة ككرة فسدت. ورغم نحن معناتها كما نقولوا الشعب يحب برشا الكرة ومغروم برشا بالكرة، والناس تتعيش كل شيء بالكرة وتتنفس كرة، فما ناس تقعد من الصباح لليل تحكي كل شيء كرة. لازمنا نراجعوا انفسنا، لازمنا نوخروا ونعملوا ريكول ونشوفوا شنو صاير. الجروبات هذوما كيف لازمهم يتنظفوا. علاش السبان وعلاش الفلامات وعلاش الدنيا مازالت فلام تضرب واحد تجي في عينه تنحي له عينه على طاق. ذكر لي جروب سي محجوب، ونعرف لانه فما شق حتى من جمهور البقلاوه ساعات يدخل في الاداره ويقول كلام اللي ما يتقالش. اليوم ما ينجمش رئيس الجمعيه يسيطر على الفوضى الجماهيريه. ما تنجمش خاطر هو في تونس كامل ما تنجمش تسيطر عليه، معناتها هو الامن ما نجمش يسيطر، معناتها هو سي فينومين معناتها تاع تونس كامل، معناتها مش موجود بالملعب التونسي ولا انفلات بالترجي اخلاقي. ولا النجم ولا صفاقس، موجود في الكل، حتى في الديفيزيونير، حتى في بارتو بارتو، في معناتها كل حتى الرياضات. في كل الرياضات، حتى في العاب فرديه، حتى في سبور دو كرونو، معناتها ريت كرونو حات كرونو تسمع في مره في بيسين صارت مشكله على الكرونو الاخر ضرب ما ضربش، معناتها برشا عباد معناتها كيما نقولوا في الكوره في تونس فزت شويه، ما عادش عندها الرونق اللي الناس كل تمشي تتفرج في الشيخه نتفرجوا على الكوره ونروحوا الناس كل مع بعضنا. في الاخر نحن توانسه وفي الاخر كي تهز مثلا باش نعطيك حاجه، كي هز لاسبيرونس شامبيونز ليغ كونتر الزمالك تونس كامله فرحت، كي هزت ليتوال كونتر الاهلي تونس كامله فرحت، كي هزت الكلوب الرباعيه نتاعها تونس كامله فرحت، كي هزت استاد كوب داراب تاعها في باردو في السعوديه تونس كامله كنا نفرحوا للجماهير، تونس كامله تخرج، باردو كامله خرجت، والناس كل خرجت مع الكلوب والناس كل خرجت مع الاسبيرونس. معناتها ساعه كيما نقولوا وجه البلاد، معناتها كي تلعب البرا وجه في بعضنا لهنا نلعبوا كوره 90 دقيقه ويوفى برشا. باش نعطيك انا حاجه في المشكل الكبير هو هنا التاجيج، معناتها ثم دور نتاع الاعلاميين، ثم دور الحكام يعطيوا حق الجمعيات يزفروا بحقيقه، راهو الناس تعرف والجمهور يزفر يغزر يعرف الاربيتر هذاك قاعد يدز وما يدزش. كي تلقى الكوره في الواحد والناس تصبر على الجمعيات زاد، مش الناس الكل باش تهز بطولات، مش 5 جمعيات باش تهز واحد بركه بطوله وجمعيه بركه باش تهز كوب. صح. دونك الناس الكل تصبر. ريال مدريد عم هذا هزش تيتر، صارت شي حاجه غاد. حكيت لي على الاعلام، دوره مهم جدا، مش الاعلام الكل. وحكيت لي على ليزربيتر اوكي، سبب من اسباب تدهور هذا المشهد الرياضي. ما حكيتليش على المسؤولين، حتى المسؤولين راكم فيكم برشا ناس تأجج في الاوضاع. موجود
معناتها مسؤولية جماعية، هي بالنسبة للرياضة في تونس هي مسؤولية جماعية. هو كذلك حتى يمكن المسؤول هو أكثر واحد عليه ضغط. صح. المسؤول خاطر هو اللي يدفع فلوس، اللي هو يتسب، هو الجمهور نتاعو يحاسب فيه، هو الجمهور نتاعو باش يقول لك ما تدافعش على جمعيتك، شبيك عاقل، شبيك ساكت. فما طريقة نتاع دفاع. دونك كي البريسيون هذاك الضغط اللي يصير هذاك، المسؤول ينجم يعمل اي حاجه. تعطيني لي أنا الفرصة كإعلامي مم. باش بس نحل ديبا عليك بعد ما عملت ديكلاراسيون هذيك وقلت شي راهو سي محجوب أجل الوضع في باردو مثلا. اي موجود. نحن باش نعطيك حاجه بالنسبه لي انا في الاربع سنين معناتها حاولت نكون متوازن. معناتها ما كنتش معناتها متوازن، ما نحبش نخرج وقت نتكلم. وقتها صارت اخطاء تحكيميه للملعب التونسي. معناتها كانت نحن ثم تيتر تنحانا نحن بالاخطاء التحكيميه. معناتها كاس سوبر كوب تنحى بخطا تحكيمي. ثم ماتشات سرقوا من استاد الملعب التونسي. وقتها تتكلم باش تدافع على جمعيتك. اما كما قلت لك راهو اللي اجج هو ديما الاخطاء التحكيميه. راهو اربحني في الكوره 3 بلاش في التيران نروح فرحان. اما تربحني بغوره ولا باربيتر دز ولا اربيتر تقول لي انكومبيتونس ولا تقول لي حسن نيه، ونحن راهو في سوء نيه تغير. وما تنجمش تسكت. المسؤول ما ينجمش يسكت. كي المسؤول يسكت جماهيره باش تحاسبه، تقول له انت ساكت على حق جمعيتك، فلازم يدافع على جمعيته. معناتها هذا ما فيش. نحن عام هذا وصلنا قضايا في العدليه وفي المحاكم معناتها على اربيتر وعلى شنو وصل فين وصلت الحاله. معناتها اللي هو معناتها الكره تلعب في تيران في معناتها وتوفى غاديك 90 دقيقه وتوفى كل شيء. لازمنا معناتها كما نقولوا تدهورنا في كل شيء، في مستوى اللاعبين نتاعنا، في مستوى الحكام نتاعنا، في مستوى الممرضين نتاعنا، في مستوى المسؤولين نتاعنا. حتى المسؤولين ما عادش المسؤولين، في مازالهم رؤساء جمعيات. تقريبا توا انا وحمدي المدب رؤساء اقدم رئيس اللي وحمدي طولته في المدب الجمعيات نتاعو. صاعد، وانا بعد هو الثاني توا لان انا دخلت البارح في معناتها ما عادش ثم مسؤولين يسيروا كرة قدم. مناش هربوا من الانغراتيتود، من السبان، من قلة الاحترام، من التخوين، التسريق. اسهل حاجة باش تقول هذا سارق، واسهل حاجة باش تقول هذا خاين، واسهل حاجة باش تقول شنو. كي نقول لك انا هو الجمعية يجي يقودها شدها جمعتين تطهر. خاطر مسؤولية جمعية عندك معناتها فروع، وعندك مسؤوليات قدام ناس معناتها فرع الشبان، فرع الاكابر، الهوند، كرة سلة، ناتاسيون، بوكس. معناتها هذا كل مسؤول عليه. الصباح الليل انت تخدم فيها، بعديك يجيك الاخر من غادي يخون، ويجيك الاخر يسب، والاخر يسب الام، والاخر في الفيسبوك متخبي وراك كلابي يكتب عليك ويكتب. فالناس كل تهرب. بعديك انا نقول لهم حتى كان تسبوني انا بعديك اللي راهو انا معناتها الملعب التونسي في وسط الريزلتا هذاك تسبوني، بعديك شكون باش يجي؟ انت تسكر على الاخرين. في بالعكس خلي الباب محلول. انت كي تشكر الرئيس نتاعك وتقدر الرئيس نتاعك، بعديك حتى اللي باش يجي يقول لك خلينا ندخل نولي كيما محمد محجوب نعمل حاجات، نجم نعمل حاجات ما خير. ثم عباد يعمل مانيش عندي انا باطون ماجيك، ولا انا ذكي برشا، ولا انا عملت حاجه معناتها اكسبسيونيل. خدمنا الكره في ستاد النزاع بحقيقتها، اعطيناها حقها، كنا كريديبل، كنا سنسير، نحبوا ستاد. نحن اولاد الجرادان قبل كل شيء. معناتها نحن نبكيو على ستاد، نغيروا عليه، نحبوها تهز البطوله، نحبوا ستاد. معناتها في حياتنا نحن كي نهار لحد انا كنت صغير كي تخسر نهار لحد ستاد جماعه خايب، كي تربح جماعه طياره في دارنا هذه. معناتها عندهم كي تربح ستاد معناتها جماعه كامله شيخين، كي تخسر ستاد ما ثما شيء. معناتها كنا معناتها عايشين بالستاد، معناتها بالستاد. دونك نعرف اش معناتها الجمهور يحس، واش نعرف الراجل الكبير يحس على جمعيته، يحبها توصل تهز بطوله، يحب يرى الملعب التونسي الفوق وفي العلالي، يحسوا عليه نخدموا عليه. اما ثم امكانيات، ثم حاجات تنجمش تقوى عليها، ما تنجمش تخلي الجمعيه نتاعك تعمل عام اكسبسيونيل. نجم انا نجيب لك لاعبين يخلصوا في 30,000 دينار و40,000 دينار، اما بعد عام شكون باش يخلص؟ وتدخل الجمعيه في منع انتداء ومليارات. دونك ثم وضعيه معناتها كما نقولوا ليكيليبر فينانسي وليكيليبر ولو سبورتيف لازم زوز يمشيو مع بعض. نحن يمكن معناتها الملعب التونسي يمكن في الاربع سنين هذوما هو اللي عمل الوحيد اللي كان بين في البروجي سبورتيف وليكيليبر فينانسي كان يمكن تقريبا احسن فريق في تونس. خاطر راهو مثلا المستير في وضعيه تلمت في الانترديكسيون تاعو، راهو ليتوار، راهو سي اس اس مليارات، راهو الترجي في وضعيه اخرى، راهو الافريقي كيفاش خرجت من واحد. اما نحن معناتها قعدنا الحمد لله اكيليبري، خلصنا نخلصوا في الديون نتاعنا. حتى ديوننا معناتها لقينا مليار باش نشاركوا في الكومبيتيسيون افريكان، مليار و100 خلصناه، وبعديك خلصنا 200 مليون 300 مليون. لقينا الفلوس ولقينا الامكانيات باش نجموا نخلصوا هذا. والملعب التونسي ما يسقط، خاطر نجم تخلص وبعديك رياضيا تطيح. اما خلصنا نحن ديون الملعب التونسي
وقعدنا رياضيين المشروع الحمد الرياضي والمشروع المالي لله متوازن في الملعب متوازن التونسي، يعني. هو أسباب نجاح الملعب التونسي. حكيت لي برشا على البطولة وحسيت كأنه محمد محجوب يظل ماهوش خارج من البقلاوة ولا مهز لقب البطولة مع الملعب التونسي. والله ان شاء الله ان شاء الله معناتها يجي نهار وعلاش لا معناتها ان شاء الله معناتها كيما حلم. عطشان برشا للبطولة خاطر والله اغزر يطعم هذا نحن يمكن باش نعطينا حاجه للجماهير. العام الوحيد اللي حسيت به كنا نجم نهزوا البطوله هي عامة الهزيمه الكوب في البلاي اوف. كنا نحن وقت مع حمادي الدو قبل ما يبدا البلاي اوف كان وعندنا الامكانيات وقتها معناتها وقتها صار خرج سند وخرج مندي ودخل اومارو ودخل ديالو وعندنا معناتها فينانسيالمون كنا خير فهمت. كنا علاش ما هزيتوهاش تظلمتوا ولا ما عندكمش خبرة البطولات؟ الاولى خبره البطولات ما عندناش خبره البطولات وثاني حاجه كره صارت حاجات في الرابطه مثلا كما نقولوا ريت الوضع العام والرابطه وقتها صارت توخير البطوله اسبوعين وقتها صارت ترجي رادس مسكر ما حبش تلعب في زويتن ونحن عملنا بيك واخرت جماعتين دونك السيكل نتاع الكومبيتيسيون توال. بفعل فاعل؟ لا مش بفعل هذاك هو معناتها وقتها ما نجموش تلعب الاسبيرونس ما نجموش تلعب في زويتر رابطه وقتها وخروا البطوله نحن قعدت وقتها البطوله 17 فيفري وخروها ل 2 مارس. وقتها بدينا اول ماتش مع الاسبيرونس والاسبيرونس لعبت 2 ماتش شامبيونز ليج جاتنا حاضره اكثر من وقتها بريمي طون عملنا بريمي طون عالمي وقتها هيثم جويني يضيع فرصه ونضال ليفي يضيع فرصه بعديك التراجي في دوزيام طون كانت لعبه 2 ماتش في ساقها كانت فيزيكمون خير منا. بعديك عملنا 8 ماتشات نيول ربحنا الترجي في الروتور وعملنا 8 ماتشات نيول عملتها ضيعنا برشا اهداف. ماتش صفاق زاد اللي فيه ريزيرف معناتها كان ربحنا 3 ماتشات كنا نجمو نهزو البطوله. حكيت لي على الريزيرف، صار الاشكال نتاع مباراه الملعب التونسي الاولمبي البيجي مع الكوتش عمار الصبيح بدخول 5 اجانب على ارضيه الميدان اللي هو ممنوع قانونا. كانكم حملتوا عمار الصويح مسؤوليه نتيجه مباراه ضحيتوا بعمار الصويح وما ضحيتوش بالاداري. هو باش نحكيو الحقيقه بين ظفرين ظلمتوه. من حاجات يمكن عام هذا باش نعطيو حاجه باش نحكيو على عام هذا برشا يلوموا الملعب التونسي على تغيير المدربين. نحن كنا تقريبا في الاربع سنين كنا معناتها بريس كل عام ستابل معناتها مدرب معناتها حمادي الدو قعد معنا عام ونص ماهر كنزاري قعد معنا حتى خرج هو وحده. شكري الخطوي زاد جا قعد حتى هو خرج او جيك الفوليم تاع شكري توا باش نجيك بعد. شكري خرج هو وحده بعديك تحكمت فينا الاسعد الدريدي. عمر صايا خدمنا معاه بدا يخدم وكما نقولوا ستان بون تكنيسيان مش حتى ستان جرون تكنيسيان فاهم شنو يعمل شنو يخدم. بالعكس الفريق وقتها عملنا تقريبا 3 فيكتوار في الفاز روتور كنا 3 بلاس عاملين 3 فيكتوار ونول في متلوي وماشيين في كورب بروغريسيف وجولات بدات طالع بعد تراب طويله وقتها نتاع كوب دافريك كنا ماشيين. سي عمار الصويح وهو حب يتحمل المسؤوليه نتاع هو ما حب يمس حد واحد مسؤول قالت مسؤوليه معناتها عمار الصويح نحن كنا مؤمنين بيه ونعرفوه قاعد يخدم ونعرفوا راهو في لونترمون وفي التمارين اللي الملعب التونسي قاعد يتحسن كرويا الله معناتها قاعدين هذا نحن عايشينه انا وجو جمال الدين امام والمرافقين والهيئه المديره كنا نراو في الخدمه في الملعب واللاعبين زاد بداوا يفهموا في فكر عمار الصويح وبداوا يطبقوا وماشي مع الكل. انا واحد من الناس حبيت يقعد عمار الصويح يكمل معنا ديفينيتيفمون عمار الصويح وحبينا نضحيه بالمرافقين ومساعد المدرب باش نعطيك الحكايه الكل. فعمار الصويح رفض انه يتمس حتى واحد من الاطار الفني نتاعو قال انا نتحمل مسؤوليتي ووقتها صارت القاطعه فهمت. يعني ما فماش حسابات اخرى ضيقه لانه سمعنا فما حسابات ضيقه وضحوا بعمار الصبيح وكبش الفداء. بالعكس نحن وقتها انا عمار قعدت معاه ريونيون نهار الجمعه الماتش نهار السبت قعدت معاه ريونيون الصباح قلت له ماذا بينا نحيو المساعد ونحيو هكا وتيغانا وتشنو. فهو رفض قال نتنحى انا وحتى طلب يمكن انا من الاخطاء نتاعي انا العام هذا الخطا الكبير اللي عملته اللي نحيت عمار صويح انا نصار فيه هذا معناتها. عمار صويح كان قعد راهو الملعب التونسي يمكن المرتبه الثالثه يكون قريب له اكثر وما صارتش حتى في الكاس التونسي كنا نجم نمشيو اكثر ابعد معناتها ما صارش اللخبطه نتاع الشونجمون نتاع لي زونترونور. ونتصور انا كان عطيته حتى فرصه هو وقت طلب فرصه للملعب مقابله الترجي في رادس نتصور معناتها حتى كان يمكن معناتها كان مشات مع الكوره وربح الترجي في رادس يمكن حتى جمهور الملعب التونسي ما يسامحوش حتى وقت الجمهور وقتها كان ولا قاسي برشا على عمار صويح وخفت عليه كان باش نحميه انا باش نولي انا معاه وهو معناتها
خفت شوفي على لي كومبليس معناها. فوالا معناتها خاطر اما كنت نجم نعطيه معناتها مقابله هو طلب مقابله الترجي يكمل يعداها وبعد كده قلت له إيه هو حب يخرج بعد مقابله الترجي قلت له كان مش تخرج يخرج من توا زاد باش نكملوا في المقابله خلينا نربحوا وقت يدخل ممرن جديد. اما سي عمار معناتها كان معناتها قامه انا واحد من الناس اكتشاف ليا راه فهمت معناتها انسان يعرف خدمته كلمتين ونقص ما يحكيش برشا اللي ديريكت برشا انضباط عمر صحيح. برشا انضباط برشا تكتيك معناتها برشا تكتيك معناتها اكتشفت انا برشا انا في بالي كيف ما كان انضباط قوي وريغور وصعوبيه بالعكس مو صعيب ني با كل كاسح وجنرال في التيران وعياط بالعكس ما يتكلم شيء سي انسان تكنيسيان تكتيكمون الي تري فور فاهم شنو قاعد يعمل تحسه في نيفو اخر مش تاع تونس تنضم عمار الصويع في الملعب التونسي. تضامن مع واضح ونعول برشا على الصراحه نتاعك وبالحق محلية كرئيس يقول راني اخطات في حق مدرب او في حق لاعب او في حق مسؤول معايا، وعادي واحنا بشر والبشر كنا خطائين. في فتره شكري الخطبي خاصه في الفتره الاخيره ما يقال وما روي لي، وانت بعد صلاح لي الافكار نتاعي ومعلوماتي انه محمد محجوب تدخل في الخط الفني نتاع شكري الخطبي، مما اختار شكري الخطبي غادر الملعب التونسي. بالنسبة لي أنا محمد محجوب ولا حتى جمال الدين إمام ولا في الهيئة المديرة الكل بريسك في 4 سنين عمرنا دخلنا في تشكيلة ولا في مدرب باش يلعب نعطوه نحن معناتها نعطوه مدرب شنو يلعب وشكون ما يلعبش ما عندناش كان ثم حاجة تأديبية معناتها نقولوا اللاعب هذاك معاقب لا حقهم هذاك. هذاك سينو الباقي هو عنده وكان أي مدرب يقبل على روحه هكا ما نجمش يكون مدرب هو طبعا. دونك هذا نعرفوه نحن وتعلمناه تربينا نحن قبل ما نكونوا معناتها رئيس الملعب التونسي لأن قبل كنا مسؤولين في فروع الشبان وكنا قراب برشا للأكابر وتعلمنا معناتها على ناس أكبر منا قبلنا ما ندخلوش في المدربين عمرنا نحن في الشبان ما ندخلوش فيهم المدرب لقيت في الشبان عمرنا نقولوا مدرب دخل فلان ودخل فلان فهمت نحن نعطيو شنو نعطيو لي جراند ليني للونترونور هذا قبل العام عندنا استراتيجي نتاعنا عندنا اولاد لاعبين صغار نحبوا نوصلوهم نحبوا فريق يلعب كوره شنو نعملوا ريت بعد كل ماتش بعد 24 ساعه 48 ساعه نقعدوا مع الانترونور نحكيو معاه صار في الماتش اللي فات شنو صار باهي شنو صار خايب نقيموا فهمت معناتها هذا اللاعب مشى بالكدا هذا اللاعب ما مشاش هذا مش في فورمه هذا وكاو الباقي كل مدرب هو المقاييس الفنيه عنده. سي محمد الكره مشيت مع شكري الخطوي لانه النتائج كانت ممتازه جدا وحتى الملاعبيه كانت ثم اونتونت. انا حكيت مع بعض الملاعبيه في الملعب التونسي يقول لك بالعكس كان قريب برشا سيلفيو خدام وكان مرتاح في الملعب التونسي شكري الخطوي. في الفتره الاخيره اداره الملعب التونسي هو على راس الفريق تتصل مدربين اخرين. سمع شكري الخطوي قعدوا مع القاعده الاولى وتنحى الاشكال. بعد في القاعده الثانيه يبدو لي انقطعت السبل وشكري الخطبي طلب القطيعة. والله هو باش نعطيك بالنسبه لشكري خاطر يخدم خدمه باهيه جبناه معناتها في انتر سيزون بعد ماهر كنزاري وصل كاس تونس معناتها بفريق فيه برشا شبان وقتها كان هجوم معناتها كله خليل وقديده صحيح. فهمت والغني معناتها ما كانش معناتها كان برشا لاعبين شبان وصل بهم وعمل بهم معناتها كيما نقولوا باركور مزيان. اي باركور مزيان وقعدنا على هذيك نحن خليناه قلنا نكملوا به العام الجديد بدينا نخدموا معاه كان لوبجيكتيف نتاعنا هو الكاليفيكاسيون لليبول معناتها هذا كان لوبجيكتيف تاعنا يعني نوصلوا لليبول وخاطر يخدم فهمت المره الاولى طلب باش يخرج ليبيا تقريبا وانا رفضت قلت له اقعد فهمت وحتى ثم مسؤول تكلم مش مسؤول من الهيئه المديره نتاع الملعب التونسي مش من ولاده مش من الملعب التونسي ثم واحد تكلم لبرا وتقريبا كلمه سي عمار صويح حسب ما نتذكر هكا فهمت مش نعطيك بالضبط اما ما كانش من اوردر من عندي انا لا من الهيئه المديره ولا من عند جميل الدين بالعكس ما في بالناش معناتها كما نقولوا واحد محب للملعب التونسي اتصل بعمار لاعب سابق الملعب التونسي مش تابعنا نحن ما خذاش حتى معناتها كيما نقولوا امر منا نحن تاع شنو يمكن تقلق وقتها شكري الخطوي قريب برشا جماهير الملعب التونسي يسمع برشا جماهير الملعب التونسي دونك هذاك يقلق خاطر يقلق شويه انه معناتها ياثروا عليه ولا يسمع كلمات منه كيما نقولوا برشا كلمات يمكن يتاثر رجع وخدم على روحه وكمل باركور كانت النقطه اللي شويه بيني انا وياه هي
الترشح ليبول اللي كان في يدينا معناتها حقيقة معناتها خسرناه معناتها كيما نقولوا في الكورة حرام معناتها كانت نحن معناتها الفريق معناتها أقوى من الفريق المنافس أولمبيك آسفي. أولمبيك أسفي كنا أقوى منه. كرة ما حبتناش كرة ضربت على البار كرة معناتها هذيك هي في الآخر كرة ضربت على البار زوز كرة على البار في رادس غاديك زاد ضيعنا زوز فرص 3 فرص في الوقت الطون فور نتاعنا. صار خسرنا 2 بلاش غادي كانت قاسية كنا نجم نستحوذ ونروحوا 1 بلاش. هنا زاد كيف ضيعنا نص ساعة 7 دراج معناتها كانت التشكيلة مش صحيحة تغششنا شوية وبعدك رجعنا معناتها قاعد يخدم وقلت له وقتها معناتها باش تقعد تو اللي صار معناتها باش تقعد مدرب الملعب التونسي لكن المخ الموسم وهذا بيدي قلت لجماهير الملعب التونسي راهو شكري الخطوي مدرب الملعب التونسي جاني شكري الخطوي في بعد مقابلة جابس اخر ماتش في الجهات قال لي انا باش نخرج جاتني اوفر في ليبيا مرة أخرى ثم قلت له شكري معناتها مرة تحب تمشي قال لي نحب نمشي جي بيزوان دارجون تاع شنو دونك خليته فهمت ما كنتش متمسك كيما المرة الأولى تمسكت بيه مرة ثانية ما كنتش تلوش فيها ما جات ليديك مش تلوش فيها أما معناتها كيما نقولوا كي يجيك مرة الأولى مرة ثانية برشا فهمت معناتها حتى في خدمتي أنا في شركتي كي يجيني معناتها موظف يخدم عندي يقول لي المرة الأولى باش نخرج مرة نقول له ميساج نحاول كيما نقول نوفر له اللي حاجته به كي يجيني مرة ثانية سيء معناتها نقول له توقف على حد في الآخر فهمت ما كنتش صحيح كليكا باش اما هو زاد كيف راه بالوقت كلم وقتها تليفون معنا عادل الشواشي كلم بالتليفون وعطاه الموافقه نتاعو الفريق الليبي هذا اللي صار بالضبط في بيروي الباقي هو علاش خرج وعنده شنو كلمات معناتها ثم ناس في اللايف سبوه ولا ثم ناس شنو ولا انا مع عمر عباد باش يسبوه هذا ماهوش من كيما نقولوا من تربيتنا وما عندناش معناتها ريت هذه في الملعب التونسي بالنسبه لي انا في الاربع سنين هذا ما عندناش هذا نخدموا ديريكتومون كان ثم حاجه مشكله معاك عنده معناتها نمشي نقول لك مباشره ولكن مش تخدم معي ما فيهاش حشمه هذه فهمت ثم عن كونترا ثم ريزيلياسيون ثم شنو نتفاهموا بالطريقه ما ثماش علاش باش نمشي نكلم عباد باش تسب ولا نكلم عباد كلها الملعب التونسي قلت لك الجماهير نتاعها قراب برشا وكنا نكونوا مع بعضنا وكنا ولاد حومه معناتها تلقى ولاد حيفا كي يتكلم واحد ولد خالي مثلا مكرم يتكلم يقول لك لا هذا محسوب على الرئيس محسوب على الرئيس كي يتكلم الاخر يقولوا هذا محسوب على جمال الامام والاخر محسوب على ترشكو كنا قراب دونك هما يمكن تاثر بهذا يصحاب اما نحن ولا لا نحبوه معناتها وخدم وجوالات كما قلت يحبوا برشا سي ان بون سي ان كومونيكاتور باهي معناتها يعرف يشد الجروب تعلمنا منه نوجه له تحيه فهمت معناتها خاطر كيما قعد بيناتنا بعديك صار شويه كلام هكا في الراديو ترى شنو اما انا معناتها شكري نقدره برشا ونحبه خدم الملعب التونسي والملعب التونسي هي داره معناتها هو اصله يسكن في معناتها ولد باردو معناتها وان شاء الله نهار اخر نلقاوه في الملعب التونسي علاش لا واضح. حكيت على الصدق قديدة وديما التاريخ اللي نواكب في المشهد الرياضي. هل ظلم محمد محجوب الصدق قديدة وفرض عليه الخروج من الملعب التونسي؟ وضع مش كنت قاسي معها سي محمد؟ كنت قاسي معه خاطر صدق قديدة لاعب الشاب عنده المواصفات الكل انه باش يكون لاعب كبير. الملعب التونسي عطيته الباب فرصة انه اكثر لاعب شاب خذا فرص في الملعب التونسي فماش معناتها حتى اللاعبين الشبان ولا الاخرين قد الصادق خذا 20 فرصه 30 فرصه. في اللوتور بعد الكوب تقريبا هكا نتصور رجع مخر ما خداش اوتوريزاسيون من الاداره بعد الفينال في بالي ما علمتوهش من با علمتوه حتى بموعد انطلاق التحضيرات. هو خرج يعمل في العطلة نتاعو سمع من خلال زملائه ورجع في الوقت مخر شوية بساعات. لا غلط الحكاية في يوم الانطلاق نتاع التحضيرات كان موجود كيما نقولوا نحن نالا خرج بعد ما خداش اوتوريزاسيون تاع قلنا له كلمناه هو في اسمه وكلموه وما كانش رغب باش يرجع في اول التحضيرات ونحن ونصور ونذكروا وقتها صدق قديدة في اخر عام كانت عنده ضربه ورجع في تقريبا 3 ماتشات الاخرين في الكاس تونس تقريبا كيك رجعناه مع تزرنا باش يرجع في ال3 ماتشات اما ما رجعش معناتها مشى لاندونيسيا ولا شنو مشى مونتينيغرو
اي تقريبا. لا لا قبل قبل مونتينيغرو اوكي. مشى سافر عمل العطله نتاعو وكان باش يرجع كيما نقول نحن باش نرجعوا لو 1 جويي. هو حط لروحه دات 10 جويي. انا تغششت وقتها قلت لهم ماشي قلت لهم الملعب التونسي. واضح. بعض الاطراف المقرر من الملعب التونسي تقول انه محمد محجوب فرض على سيد قليده انه يمشي لغزل المحله، ما يمشيش يعمل تجربه احترافيه في مونتينيغرو. هو ندافع انا على حقوق الملعب التونسي. كي يجيني انا اوفر منه ب 60,000 دولار ويجيني اوفر منه 30,000 يورو شنو مش نختار؟ بيان سور 60. 60,000 دولار وفيه بورسنتاج على الفونت 20%. ووقتها بن حموده تباع الوداد شباب الوزداد ب 400,000 دولار او 500,000 دولار. معناتها بالنسبه لي انا باش يكون صادق قديده في غزل المحله كيما بن حموده وبعديك غزل المحله باش تعاود تبيع والملعب التونسي يستنفع. انا نفركز في كيفاش الملعب التونسي يستنفع. قال عندي مونتينيغرو. قلت له يحب يمشي لاوروبا. قلت له ما عنديش مشكل. ما حبيتش خاطر انا نعرف البطوله نتاع مونتينيغرو ما فيها شيء والبوتنسيال نتاعو والقوه نتاعو. اكبر. والقوه نتاعو معناتها اللي هو سان جوور دو ستاسيون ما نجمش يلعبها معناتها كلهم زوز متر غادي. معناتها هو انت على الطول نتاعك ماكش تلقاه فهمت. دونك نصحته ونصحناه قلنا له راهي ماهيش بطوله باش تواتيك ماهيش بطوله نتاعك. تمشي بطوله حتى اضعف جورجيا تمشي معناتها فركز في بطوله اخرى. شد صحيح باش يمشي ومعناتها حتى تداخل برشا اطراف. وفي الاخر وافقت انه مشاو تقريبا 10 ماتشات ما لعب حتى مقابله هذيك تقريبا معناتها. صح. ان شاء الله معناتها كيما نقولوا. فرحتوا بالبطوله؟ شنو؟ فرحتوا له بالبطوله كي توج مع النادي الافريقي؟ فرحنا له بالبطولة. لا نفرحوا الملعب التونسي هكا. واضح. الحاجه المزيانه للامانه سي محمد، ان جرون برافو ليكم، انكم رجعتوا نوعا ما هيبه البطوله التونسيه. فبالحق يعطيكم الف صحه على الخدمه نتاعكم، لانه اليوم حبينا ولا كرهنا نورت تونس على مستوى تفريخ اللاعبين والتصدير الى اوروبا. الملعب التونسي حبينا ولا كرهنا. نحكي على ادم عروس، نحكي على خليل العياري، ونحكي مؤخرا على عياض اليحيى اللي مشى للدنمارك. فما احوجنا للامانه لفرق تكون وتدخل العمله الصعبه للبلاد وتجيب لنا دي كاليتي في حاجه ليهم المنتخب وفي حاجه ليهم النوادي بتاعنا. ان شاء الله. والله هذه معناتها هي السياسه نتاع الملعب التونسي. معناتها كانت السياسه نتاعي انا معناتها اني نخرج اللاعبين لاوروبا ونخدم عليهم لاعبين ونحاول نلقى وكلاء لاعبين يعرفوا معناتها نوادي في اوروبا. خاطر مش ساهل نادي اوروبي توا في وضعيه الكره التونسيه في وضعيه معناتها كيما نقولوا التصويره نتاع اللاعب التونسي ما عندوش تصويره مزيانه معناتها في اوروبا. معناتها باش تنجم تسوق لاعب تونسي وتحب تفهم العباد. راهو اذا عياض الرياحي 2005 ما خرجش لاوروبا ما عادش يخرج راه. فهمت. خليل معناتها ريت اللاعبين هذوما اوركوتا مو 21 ans. دونك هما يعرفوا شنو ياخذوا مش باش ياخذوا لاعب وهو عمره 23 سنه و 24 سنه. دونك بيدا حتى في تونس معناتها حتى نداء اللاعبين كلهم تاع المنتخب اللي يلعبوا في الايفان واللي 21 اعطوهم فرصه في الفريق نتاعهم خلي يخرجوا قبل ال 21 سنه. نحن اللاعب الشاب يلعب في الفريق نتاعو 21 20 سنه مخر. معناتها نورمال لازم نكونوا عندنا لاعبين في الفريق الاول 17 سنه و 18 سنه يلعبوا. ما ثماش علاش راهو نحن في معناتها شنو البطوله اللي عندنا الكبيره باش لاعب 17 سنه و 18 سنه ما يلعبش. ما تفهمش علاش. معناتها ضغط النتيجه، طلبات الجماهير. في الاخر ضغط النتيجه نمشي معك. البروجي سبورتيف انك تكون فوق في الواحد. اما كيفاه معناتها اللاعبين الممتازين خاصة اللاعبين اللي هما في المنتخبات الوطنيه انهم يكونوا قراب للفريق الاول باش ينجموا يطوروا من الامكانيات نتاعهم ونجموا يكونوا نجم تخرجوا لاوروبا. كيك سواء نحبوا ولا ما نحبوش راهو اللاعب في تونس ما نجمش يتطور بالبنيه التحتيه الموجوده هذه بالنوعيه المكونين الموجودين باللي فورماتور باللي سونتر اللي عندنا رانا ضعاف بارابور اللي موجود البر والموارد والريسورس اللي حاطينهم ما عندنا شيء، مش ضعاف، ما عندنا شيء. ما عندنا شيء. معناتها كي تشوف لي سونتر تاع سانت إتيان ولا سونتر بي اس جي ولا سونتر معناتها حاجه معناتها طفل بيدو يتحول معناتها. فهمت. فماذا بينا احنا اللاعبين تاعنا باش نجموا يوصلوا يلعبوا في دوريات كبرى لازم يخرجوا 19 سنه 20 سنه يخرجوا للفرق هذه باش نلقاوهم نهار اخر يلعبوا في مانشستر ولا ريال ولا بارسا. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا خليل العياري ولما لا اسماء اخرى تكون في فرق عالميه. وتبارك الله تو خليل في فريق عالمي اللي هو البي اس جي المتوج بالتشامبيونز ليج الاوروبي. ان شاء الله يكون موجود مع المجموعه لانه لو 25 جويي مش يدخل مع الفريق الاول. ان شاء الله هي يثبت الجداره نتاعو. خليل العياري عمل لك مشكل مع الترجي لانه يعني الترجي كان حتى ليه باكو كبير مقارنه بالسوق التونسي تقريبا 700 مليون. محمد محجوب رفض عرض الترجي وامن
إنه خليل يمشي للبي اس جي من غير فلوس يتستي ومن بعد يعمل ربي ليل؟ والله هو نحن في الملعب التونسي نحن ديما ناخذوا معناتها اللاعب راهو ماهوش معناتها جماد، هو في الاخر هو احاسيس، هو لاعب مش يتباع معناتها تخش عليك تبيع في هديه اوبجي معناتها تبيع فيها. دونك اللاعب هو بيدو في البروجي نتاعو انه يحب يمشي لاوروب. عرض الترجي جاء بعد ما جات المعاشه نتاع بي اس جي. بي اس جي، وبيدو اللاعب حتى عندنا كانت عروض من الامارات وعندنا عروض من مصر، اما كان اللاعب معناتها متوجه ديريكتومون انه يمشي للبي اس جي، وساعدته انا باش يحقق حلمته ينجم ياخذ فرصته كان نجح. باقي العروض لهنا في تونس مش باش تهرب معناتها بعديك، ولا في مصر ولا في الامارات باش نلقاو عروض، اما في باش تلقى بي جي تجيك مره ماكش باش تعاود ترجع لك عام اخر. دونك وافقنا مباشره معناتها ما كانش برشا تخمام، وافقنا. صحيح يمكن في البري جراتوي شويه عمل المشكل. عمل مشكل، ونحن عندنا كومبيتيسيون افريكان وحاجتنا بفلوس. ضحينا وربي سبحانه وتعالى كتب وهكا معناتها كان هو على حد حسن مستوى بيده هو خدم، ومعناتها مش ساهل غاديك راك باش تفرض روحك. الحمد لله معناتها وفقوا ربي وهما لوفي معناتها هزوا لوفي دوبسيون داشا، وان شاء الله العام هذا معناتها علاش ما نلعبوش في الفريق الاول نتاع بي جي. هذه أمنية توانسة الكل، ولكن اللي نعرف أنا أنه خالد العياري كان قابل أنه يمشي للترجي، لكن محجوب، محمد محجوب رئيس الملعب التونسي قال له الترجي لا. لا والله لا، ما صارش هذا الكلام. عاوز باش نعطيك حاجه، لو معناتها ما احنا بالجمعيات مش حكايه ترجي لا ولا حاجه، امانه معناتها الملعب التونسي ما نبيعوش في تونس معناتها، هذه معناتها حاجه من الهيئه المديره وحتى من جماهير الملعب التونسي. توجه يعني. توجه. توجه ان ما نبيعوش اللاعبين نتاعنا في تونس، خاصه اللاعبين الشبان نتاعنا واللاعبين اللي فيهم الشبان لانكم بعتوا للنادي الافريقي عديد اللاعبين الشبان. اوكي بعنا بكل شيء. نحن اللاعب الوحيد انا اللي بعته بن عبد النادي الافريقي، وبن عبد اللاعب 29 سنه وجاته معناتها اوفر اللي هو حب وهو يحب يقعد في تونس، ما حبش جاته وقت الاخضر الليبي، اختار هو النادي الافريقي وبعناه معناتها بسعر ممتاز، معناتها اكثر من القيمه نتاع بن عبد، معناتها اكثر ما كنا نتصوروا، معناتها كنا باش نتصوروا نبيعوه ب 400,000 دينار نلقاو بعناه ب 600,000 دينار، معناتها في الاخر نحكيو فلوس معناتها. اكيد مصلحه الملعب التونسي. بالنسبه للاعبين الشبان نتاعنا ديما نحبوا نسوقوهم البطولات الاوروبيه، خاطر غاديك نلقاو لي ترونسفير. حتى البطولات القطريه ولا السعوديه ولا الامارات ما يعملوش لي ترونسفير، معناتها انت حتى كي باش تحط لاعب في باش تقتلوا كرويا مش تقتلوا غادي، ما نجيبلكش فلوس الجمعيه نتاعك. نحكيو على الاستثمار، تو مثلا حتى مثلا عياض في بورك ماهوش مونطون كبير، والناس تحكي ماهوش مونطون كبير، اما حاطه في جمعيه تبيع لاجاكس وتبيع لانجلتير وتبيع لالمانيا بحذاها. دونك بعديك تجيك ترانسفير تجيك فلوس اخرى، والملعب التونسي يستنفع واللاعب يستنفع ساعه كرويه ورياضيا، والملعب التونسي يستثمر يستنفع معناتها بعديك تلقى عنده موارد جايه من الخارج، عكس الفرق القطريه ولا السعوديه ما يبيعوش معناتها يخرجوه ليبر ولا ريزيلياسيون ولا يعطيوه. وحتى مهم حتى المنتخب الوطني التونسي لانه ما احوجنا الملاعبيه معناها تكون من صحيح تكون معناها بالحق بس لو نيفو هكا وجارحه ومتكونه في البلاد، بالاساس متكونه في البلاد وجارحه وتحس على البلاد، وانت فاهمني شنو نقصد. اليوم يقول القائل انا واحد من الناس كاعلامي عطشان انه الملعب التونسي يزيد يخرج ملاعبيه اخرى. شو عندنا في البيبينير؟ عندنا شي اسماء اخرى كي مش نراوها في قادم الايام؟ والله نحن تو في الفتره هذه قاعدين نعملوا في هيكله الفرع الشبان الكل، باش نعملوا ديبارتمون دو بيرفورمانس فيه اختصاص اخصائي تغذيه، فيه كوتش مونتال، فيه اناليست، فيه بريباراتور فيزيكو نيفو. جبنا لهم دي جي بي اس للصغار، معناتها اون انفيستي. قاعدين تصرفوها؟ قاعدين نصرفوا على الصغار، معناتها قاعدين باش نصرفوا. فلوس خليل هذه وصلت؟ فلوس خليل وصلت قاعدين تصرفوها؟ قريب باش توصل. اما انا انفيستي، عملنا الديبارتمون هذا باش يكونوا حتى معناتها خالات احبائنا في فرنسا هما باش يتكفلوا. قلت لهم نحب نعمل ديبارتمون دو بيرفورمانس هذا في وسط سان دو ستاد تونيزيان بعيد على الديبارتمون تكنيك، وهما باش يتلاهوا بالانكادرومون يتبعوا اللاعبين اللي هما بيبيت تاع ستاد تونيزيان في كل شيء، في كل كبيره وصغيره، تكنيكمون سوسيالمون وايكونوميك، معناتها اقتصاديا معناتها يبداو مرتاحين. حتى الاولياء يرتاحوا في العقولات نتاعهم، تهني على ولده.
بالطبيعه خاطر نحن وصل في تونس نحب نحكيو الحقيقه، راهو بين اللاعب عمره 17 سنه وبين اللاعب عمره 21 سنه. مثلا كي تلعب تونس يو 17 كونتر البرازيل تنجم تربحها، كي تلعب ايفان تاكل خمسه. معناتها صح. الفرق كبير يكبر، خاطر اللاعبين نتاعهم في فرنسا وفي الاوروب ولا في حاجه يدخلوا ليكيب بريمير، يترنوا في نيفو اعلى، يترنوا تكتيكمون فيزيوناج تلقاهم كل نهار. ما انا احكي لي يا اخي كل نهار يقراو، كل نهار يعلموهم. معناتها كي تمشي تتفرج، انا تو تمشي تتفرج في اليو 17 في بي اس جي، تلقاها تلعب كيما السينيور كيف كيف، نفس طريقة اللعب. نفس تدخلش عليك تتفرج في بي اس جي سينيور. سينيور. دونك لازم معناتها هما على هذيك تلقى ما ثماش ما ثماش معناتها كيما نقولوا فوسي كبير بين في البوست فورماسيون ديريكت تطلع تلقى جوار متكون. على هذيك اللاعبين نتاعهم اللي مش يلعبوا صغار في السينيور خاطر تلقاهم مش متكونين. الفورماسيون بوست فورماسيون نتاعهم ضعيف، بوست فورماسيون نتاعهم ضعيف خاطر الكره ماهيش ساقيا، هي صحيح في الصغار اما وقت تكبر تولي مخ و20% ساقي. دونك هما عندهم في ساقيهم لاباس عليهم. عندنا اولاد راهو ماتير خير من اللاعبين نتاعنا اللي بي ناسيونال برا، اما نحن التكوين نتاعهم هو الضعيف. مشكله عندنا في التكوين، فكيفاش نحن النويت اللي عندي كيفاش نكونها؟ باش نكونها قويهم في بين 17 و 20 باش يدخل السينيور يبدا فاهم خدمته شنو، فاهم صنعته شنو. خاطر الكره صنعت، ولا لير دروا صنع، ولا لير جوش صنع، والاكسيال صنع، ولا فون سونتر صنع، والجوار يلعب في الوسط كيف كيف زاد يكون سناير قارب معناتها فاهمين البلوك فاهمين. ساعات تلقى طفل طلعوا 18 سنه 19 سنه ما فاهم شيء معناتها. صح. معناتها دونك نحن في الفتره هذه ان شاء الله باذن الله معناتها هذه وقتيش البروجي يحضر ذي يعطينا بشرى خويا هو الملعب التونسي، هو جمهور البروجي الملعب حاضر التونسي. معناتها باش يكون التسميات قريب. معناتها يمكن في الاسبوع القادم باش يصير التسميات بريسك حاضرين الاسامي الكل. حتى معناتها في الاداره السونتر حاضر، كل شيء حاضر. كل شيء بريسك حاضرين. معناتها البروجي حاضر، عندنا داتا حضرناه معناتها بلاتفورم كامله داتا باش تلقى فيها كل شيء على الجوار. معناتها اي واحد تحب تلقى اللاعب نتاعك شنو فيه، اش عملش كيفاش طول وعرض فيزيكمون نتاعو شنو اللي لاكيون نتاعو مونتالمون شنو، معناتها قرايته شنو. دونك ان شاء الله الداتا تتحط ان شاء الله في البريود. معناتها بريسك بروجي قاعدين نخدموا عليه 6 اشهر مش تو. معناتها عندنا 6 موا تقريبا 7 موا قاعدين نخدموا عليه تو. بالنسبه قديش حاضر تو؟ بريسك 90%. معناتها نستناو في الشامبيونات ترجع، خاطر دولة تو في راحه الصغار. دونك باش نرجعوهم، رجعنا سينيور بي بعدها هما ديريكتومون ابري لو 15 جويي تقريبا باش نرجعوا لي جوار بيبيت باش نعملوا لهم كونتراتوات في الاستاد. عندنا معناتها كيما نقولوا اللاعبين اللي جماعه 17 سنه و 18 سنه في الملعب التونسي باش نعملوا تقريبا دي ديزان دو كونترا ولا باش يدخلوا، وهذا باش يكون عليهم الخدمه. معناتها عندنا برشا خليل وبرشا عياض وبرشا اسماء عندنا لاعبين يعرفوا هما اللي قراب، يعرفوا الكوره، يعرفوا شنو اللاعبين. ونحبوا نسمعوا احنا مش عايشين في وسط البارك. كان نجي بعضكم البارك تقولوا خالد مين الملعب التونسي نحب البقلاوه، ونحب ناخذ المعلومه منك انت سي محمد. ثم لاعبين عندنا ما تحبش تسمي لي معناها؟ مش سميك هو حفاظ عليهم هما، اما حفاظ معناتها هما كيما نقولوا يفكوهم لي زاجون يهربوا لا بيهم. ولا لا بالعكس ملعب تونسي مدرسه. نتصور انت مسكر عليهم معناتها مش من غير ما تسكر عليهم، ما نستحقوش تسكروا عليهم. هما يكونوا فخر باش يلعبوا الملعب التونسي. طبعا ما فيش كلام. معناتها ريت اللاعب اللي ما يطلعش من جمعيته بالنسبه لي انا ما ينجمش يوصل. معناتها لازم تطلع من جمعيتك، وبعد جمعيتك اذا ما لقيتش حظك في جمعيتك بعد نشوف جمعيه اخرى. اما اللاعب اللي يحكي ويحب يوصل لازم يخرج من الجمعيه نتاعو. اقرب رئيس محمد محجوب؟ اقرب رئيس ليا هو سي محمد درويش. وشكون الرئيس اللي حط العصا العجل محمد محجوب؟ نحول برشا على الصراحه نتاعك. لا ولا لا موجودين خاطر ليه ما مش لا الملعب التونسي نحن عائله ما نحطوش حتى معناتها لا يلوموا مش تخرج لي الجنه مشاكل نعرفوها الناس الكل. هو كيك سوا ريت الرؤساء القدام عندهم الحق ساعات يلوموا. راهو ريت انسان خدم، راهو يحس بالقيمه، يحب يحس بالقيمه نتاعو، يحب يحس الرئيس اللي شاد يقدره ويحطه في مكانه نتاعو. راهو نحن ساعات حاجات اقوى منه، ساعات حاجات معناتها المشاغل وتلاهيك على حاجات هذه نجم يتغشوا من محمد محجوب. اما محمد محجوب يعرفوه قلبه ابيض وما عندي حتى شيء، بالعكس نحبهم الرؤساء كلها. قلت لك انا اللي خدموا في الملعب التونسي سي جلال بن عيسى تعلمت عنده عليه برشا زاده. بن بريك زاده مسكين جاب في فتره صعيبه وخلى الامانه معناتها يعني الفتره ما نحبش نحكي عليها هذيك راهو فتره يقولوا معناها قاعد يضرب في الملعب التونسي في لانه فتره الامانه فتره صعيبه كانت الملعب التونسي. وهذيك هو نحن
معناتها قدمنا، خاطر ما كنتش انا في برنامجي اني باش نقدم الملعب التونسي اللي صار في الوقت هذاك، واللي المستوى اللي وصل له الملعب التونسي وقتها خلينا نحن معناتها فئه من الشبان، انا وبدر واسلام ومحمد علي بلايج والدور كنيس بالطيب معناتها ويوسف العرفاوي، مدينا اصداراتنا وقدمنا معناتها، وكان معايا معناتها خويا بشير زاد معناتها كان هو السند لينا في البارتي فينانسيي باش قدمنا ونجموا، خاطر كيما قلت راه الكره في الاخر قوامها صح. المال، معناتها ما عندكش مال ما تنجم تعمل شيء، تنجم تحكي. هل أنه محمد محجوب اليوم علّى البار عاليًا على جميع الرؤساء اللي شدوا الملعب التونسي؟ stability مالية موجودة، نتائج نسبيًا محترمة جدًا بارابور لما عاناه الملعب التونسي في سنوات خلت، فاليوم لا منافس لمحمد محجوب على رئاسة كرسي الملعب التونسي. بالعكس والله، ما انا صحيح النتائج اللي عملناها محترمه بارابور في كيما محترمة نقول جدًا. محترمه جدا، نحكيو في الاحتراف، صح؟ فهمت؟ في لي زاني 60 ثم اللي عملوا خير منك. لا هذاك عالم آخر فهمت؟ هذاك. عالم آخر. دونك معناتها نحن توا في العالم الاحتراف بارابور الملعب التونسي، موارد الملعب التونسي نسموه عاملين معجزه صغيره معناتها، وصلنا للإكيليبر فينانسي، وصلنا. علاش تصغر فيها معجزة كبيرة؟ خليها اي كبيرة. ما نحن ما ديما نقزموش الحاجة المزيانة يا خويا، قول رانا عملنا حاجة باهية. عملنا صحيح، عملنا حاجه باهيه وعملنا حاجه معناتها تشرفنا نحن، تشرفنا نحن نجحنا، اللي هي كانت مسؤوليه كبيره. راهو انا بالنسبه لي انا حتى كان نلقى رئيس ينجم يشد الملعب التونسي ياخذ الريليف على محمد محجوب، انا مرحبا به من غدوه انا ما ونعاون. نتصورش كان محمد محجوب يسلم تو. لا والله نسلم، خاطر تتعب 5 سنين، راهو ماهيش سهله، بالعكس تتعب معناتها. راك تسلم غدا الصباح تقوم لك الدوده، راه تقولش مين سلمت لا الكرسي صحيح باش نتاعي. تقعد واغزر، صحيح باش تقعد تقول الدوده والتليفون وتشنو، اما تقعد تسال على جمعيتك، اما المسؤوليه صعيبه وماهيش سهله في الوقت هذا، في الوضع نتاع كره القدم التونسيه، معناتها راهو رؤساء الجمعيات معناتها اكثر حلقه ضعيفه هم. هو يجيه اللاعب اللي ما عندوش فلوس باش يعطيه، هو وقت ما عندوش فلوس، جمعيه ما فيهاش فلوس، هو لازم يمد فلوس باش يعمل ستاج، هو لازم يخلص المدربين، هو لازم يهزم للنزل، هو لازم معناتها هو في الاخر رئيس الجمعيه لازم يتصرف. الشريان النابض نتاع الجمعيه. دونك اي حاجه ترجع لرئيس الجمعيه، واقل حاجه تصير رئيس الجمعيه هو المشكله، يهز الكل. يهز الكل، وكي حاجه باهيه اللاعبين يهزوا الكل والممرض يهز الكل ورئيس الجمعيه خطيبه، فهمت؟ دونك سي محمد، هل تعتبر روحك افضل رئيس شد الملعب التونسي؟ لا بالعكس، معناتها ثم شدوا قامات، سواء سيد النيفر ولا حتى انا خلطت على سي جلال بن عيسى، خلطت على محمد درويش، معناتها قامات معناتها في التسيير، راهم مش معناتها بالعكس المسؤولين السابقين راهم ما عادش يتعاود، مدارس. مدارس مش موجودين. سي محمد عشاب الله يرحمه مدرسه، معناتها نسمعوا عليه الحكايات، وانا ما خلطت ما معناتها صحيح نتبع في فترته، ما كنتش في الهيئه المديره ولا كنتش في شاد في كوميسيون ولا حاجه، كنت بعيد، اما معناتها مدارس، معناتها ناس حاجه اخرى، اقطاب. لا اقطاب معناتها مش بارابور. لا، والنوعيه هذه راهي تفقدت في كل الجمعيات، راهو للامانه. صحيح، نوعيه المسؤولين هذوما نسميهم ما تفقدت في كل الجمعيات، ولكن اليوم بالمقاييس الجديده نتاع كره القدم، بالمقاييس الجديده نتاع الجماهير الرياضيه والمنشات اللي عندنا والوضع اللي عندنا الكل، يعتبر محمد محجوب مقاوم نجح في حربه مع الملعب التونسي. الحمد لله، معناتها صحيح، معناتها ريت كلمة مقاوم بالرسمي، معناتها مجاهد، معناتها 4 سنين معناتها جهاد معناتها في الملعب التونسي، معناتها راهو صباحا مساء ليلا، معناتها وانت معناتها فكرك كل في الملعب التونسي باش توفر الموارد للملعب التونسي، باش تنجح في المقابلة الجاية، باش تنجح في السنة القادمة، باش توفر معناتها الاختيارات اللي يصيروا في معناتها في لحظات، ساعات باش تختار لحظات، راهو ما عندكش ظروف، معناتها مش حاجة هذيا اوبجيكتيف باش تسطرها تحسبها معناتها بستيلو ورقه وتقول هكا، لا، ثم ظروف، ثم حاجات، ثم ظروف خارجيه، ثم برشا حاجات، برشا عوامل ما تحكمش فيها، هما اللي يحكموا فيك باش تسير هذه العوامل الخارجيه وتسير الجمعيه نتاعك وتوصلها لبر الامان، معناتها سي با فاسيل. الموازنه الماليه ديما الجمهور يبحث عليها. اليوم الجمهور يحب يعرف قديش ميزانيه الملعب التونسي، واسكو الملاعبيه نتاعو كلها خالصه، وشنو هي الانتدابات الجديده ابار اللي ريناهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحه الرسميه.
والله هو الملعب التونسي معناتها اللي بيجي معناتها طلع مع الفترة اللي شديد تمسكت فيها الملعب التونسي معناتها قاعد يطلع المصاريف تاع الملعب التونسي قاعد تطلع، المصارية قاعد تطلع، معناتها خذيت مصارية في 50 60 تو في 150 و160، يمكن حتى 200 ألف دينار الشهر. في الشهر، من غير ما نحسبوا لي بريم دو روندمون. معناتها نحكيو معناتها خلصنا ديون الملعب التونسي كنا نلقاو مليار و200 ديون تاع لاعبين محليين، بريسك مليار و300 مليار 400 خلصناهم. معناتها الملعب التونسي خلص الانترديكسيون فيفا نلقاو زاد 600 700 خلصناهم، البيدجي نتاعنا بريسك في 4 مليار انفيرون هكاك وصلنا 4 مليار معناتها يعيشوك خليك الموسم مرتاح 4 مليار، أمم؟ يخليوك تكمل الموسم نتاعك مرتاح. بالكات مليار ما هي خلينا نكملوا الموسم بالسيف لان مش نكملوش موسم مرتاح معناتها بالطبيعه تخلي ديون شويه نتاع اللاعبين اخر الموسم وفي اول الموسم ريبريز تتفاهم معاهم وتعاود تخلصهم وهكذا تمشي معناتها. بالنسبه للملعب التونسي ديما معناتها عنده مشاكل نتاع اموال، معناتها الحمد لله معناتها وفرنا نحن باش نكونوا نوفروا المال باش نبداو ديبي سيزون باهيه، نحيو لي زانترديكسيون نعملوا ريكروتمون اللي لازم نعملوهم، نخلصوا اللاعبين نتاعنا باش يعملوا ريبريز وهذيك اللاعبين معناتها عندهم ثقه في الرئيس نتاعهم محمد محجوب وعلى هذيك ديما معناتها حتى معناتها تقريبا من شهر فيفري ما خذاو شيء وكانوا صابرين وعارفين وعطيناهم لي شونسي وقتاش تخلص وكانوا موافقين. ما هم مصيفين خالصين جوهم بهم. الجو معناتها باهي مريقلين لازم معناتها ناقصين فاهمين شويه. فاهمين بالطبيعه ناقصين خاطر الفلوس بتدخل باش نخلصوهم معناتها كيك سوا اللاعبين نتاعنا تسميو بارابور الجمعيات الاخرين تسميو خالصين. بإضافة سامحني ما كنتش قلابه يعني. لا صحيح معناتها نسميو لا ماناش قلب بالعكس كنا كريديبل حتى معناتها صحيح اللاعب اللي يخرج يمكن من ديما نغزروا اللاعبين اللي قدامنا واللاعب اللي يخرج ولا الممرض اللي يخرج يمكن ما خلصوش، اما بعديك الناس كل باش تخلص معناتها مع يعرفوا مع محمد محجوب معناتها كيك سوا ديما يمكن نوخروا يمكن نخليو جماعه نسبقوا جماعه على جماعه، اما معناتها ان شاء الله معناتها كيما نقولوا ربي يعطينا القدره ونخلصوا الديون نتاعنا، وانا هذيك تقريبا الاولويات نتاعي باش نخلص الديون نتاع الناس الكل باش ما نخليش الديون الملعب التونسي. اعلى اجر في الملعب التونسي تقاضيه لاعب، السقف نتاع الملعب التونسي في خلاص اجور اللاعبين، السقف هو معناتها ما يعرفوهم هم اللاعبين الكل يعرفوا بريسك في ال 12 دينار 11 دينار 10000 ثم 5000 6000 معناتها كل لاعب وكيفاش هما حاجات هذوما يعني الماكس 12000 دينار هذا في لاعب توب. طب فهمت معناتها هذا هو معناتها ميزانية الملعب التونسي نحن أول سنة معناتها كنا نخلصوا أكثر لاعب 5000 دينار وما تنساوش هو اللعبة مش في الأجرة منحة شويه سالير ومنحه قويه. منحة الإنتاج هي اللي تقوي وخاصة اللاعبين اللي يلعبوا معناتها يصوروا فلوس معناتها. يصوروا برشا فلوس. ممكن الطريقه نتاعك باهيه مع اللاعب التونسي ولكن مع الاجنبي كي يجي الاوفر نتاعو تلقى الكلوز ضعيفه كيما امارو. هو اللاعب اللي يبدا سومو غالي معناتها يخدم ب 100000 و 200000 دولار ويجي صح معاك ب 50000 دولار سي نورمال باش يطلب عليك كلوز ليبراتوار ضعيفه معناتها عادي سينو نقول لك اعطيني 200000 دولار وخلي ما تخليه من غير كلوز دونك نحن امارو حاجتنا بيه ما كانش حاجتنا بيه للبيع معناتها حاجتنا بيه باش نستفادوا منه كرويا مش اللاعبين يجيبوهم الكل انا باش نسوقوهم ثم لاعبين نستفادوا منهم كرويا ما حاجناش بالقيمه التسويقيه نتاعهم بعد ثم لاعبين نجيبوهم نحبوا نحطوهم في ليكيب وبعديك تطلع القيمه التسويقيه نتاعهم ونبيعوهم سولون لي بروفيل خاص تبدا تجيب جوار 31 ans 32 ans 30 ans ما تنجمش تبيعه وهو يفرض عليك بيدو خاطر باش تعطيه معناتها كيما نقولوا اجره ضعيفه دونك باش تطلب عليك كلوز ليبراتوار ورغم كان معناتها نسميو معناتها نجحنا معناتها في نوعا ما فهمت. لا نجحتوا في الانتدابات نتاعكم للامانه بشهاده كل الفنيين مانيش فني انا ولكن كمان الانتدابات كانت ناجحه اجمالا في الملعب التونسي. نور الدين الفرحاتي سيواصل مع الملعب التونسي ام سيغادر؟ لا سيواصل ان شاء الله لانك حاط سقف عالي جدا اللي يجيب لي 2 مليار يتفضل ياخذ الفرحاتي. لا كانك عطلت اللاعب للخروج. هذه عمرنا نعطيو ساعه نحن ريت الملعب التونسي عمرنا نعطيو ساعه بالعكس ثم معناتها
فرحاتي معناتها متمسكين بيه باش يكمل معنا السنة القادمة، وإن شاء الله يكمل ويكون معناتها متألق كيما عملنا، ونحس معناتها فرحاتي تظلم السنة هذه، ومعناتها كان يستحق إنه يمشي في المنتخب، وخدم على مدة سنتين. معناتها كان معناتها أداء نتاعو في بنكردين ولا في الملعب التونسي كان أداء نتاعو معناتها ستابل، ما عندوش ما تعداش معناتها دو باساج دو فيد ولا حاجة، وكيف كيف زاد لعب في الفريق القومي لبس المريول وإن شاء الله معناتها مازال صغير فرحات، وإن شاء الله نهار آخر هو معناتها هو الحارس الأول نتاع المنتخب. عنده كل الامكانيات باش يكون الحارس الاول نتاع المنتخب. ديما نقول الخدمه راهي تجيب، ولكن الفرحاتي حارس دولي يلعب في جمعيه كبيره اسمها الملعب التونسي. اكيد اللي نعرفه انا عنده بعض العروض يمين ويسار كاي حارس في اي لاعب متالق في الجمعيه نتاعو. قادر انك تشد الفرحاتي ب 10000 دينار؟ بالطبيعة معناتها نجمو علاش لا، بالعكس الملعب التونسي معناتها ريت حطت فرحاتي هي اللي حطته اون فالور، معناتها هو اللي معناتها زاد خذا معناتها سوقت. سوقته، فهمت دونك الملعب التونسي عنده فضل عليه، وهو زاد كيف كيف عنده فضل على الملعب التونسي، عطاه الملعب التونسي واللاعب ما عندناش معاه مشكلة، فهمت بالعكس مرتاح في الملعب التونسي. مرتاح في الملعب التونسي، وهو وقت النهار اللي يحب يخرج ولا عنده عرض يرى فيه هو معناتها انه ينجم يفجر امكانياته في الاخر كيف كيف راهو اللاعب عنده كيما نقولوا جيستيون دو كارير باش يتعدى من بالي لبالي، نحن معاه هكا. واضح. سي محمد، اختيارك للمدرسه البرتغاليه على مستوى التدريب، هل هو نوع من التجديد ام ايمانا منك بان المدرب التونسي ما عادش نجم يضيف الملعب التونسي؟ هو هو الكلمة نتاعك الأولى هو التجديد، نحبوا نعرف المدرسة البرتغالية والمدرسة الإسبانية هما الناجحين تو في العالم. توندونس. توندونس ولا المدرسة معناتها نسألنا عن المدرسة نشوفوا، سألنا عن المدارس البرتغالية معناتها، وكيما نقولوا لي زونتونور نتاعهم ناس معناتها عندهم لو ريغور، عندهم ايكول معناتها ما عندهم مدرسة دوكترين يخدموا بيه، عندهم حاجات نحبوا نتعلموا نحن منهم، بيدنا بيننا نحبوا نتعلموا، نحبوا ننستوروها في الليكيب تاعنا. عندنا برشا نحن في الملعب التونسي ما جبناش مدرب أجنبي، نحبوا نرجعوا نشوفوا معناتها حاجة أخرى. المدربين التونس بريس كل استهلكناهم دونك قلنا خلينا نمشيو، خاصة كي ما ترشحناش كاس افريقيا، خاطر كان ترشحنا كاس افريقيا كان باش يكون مدرب تونسي، فهمت، خاطر ما عندناش وقت باش نتأقلم وحاجتنا. كي ما ترشحناش قلنا نمشيو للمدرسة البرتغالية نستفادوا منها، وطحنا زاد كيف كيف زاد معناتها ما كانش معناتها كيما نقولوا حاجة إجبارية أنا باش نمشيو لمدرسة أجنبية ولا فرنسي، كانت من الأول حابين على قينا البروفيل هذا وقينا توزيع معناتها إنسان طموح خدم وصلنا معناتها الإمكانيات تاع الملعب التونسي زاد بفلوس الملعب التونسي، خاطر المدرب الأجنبي يخلص برشا فلوس معناتها ما همش معناتها في إمكانيات الملعب التونسي، فلقينا المدرب ينجم يكون ونستفادوا منه، تستفاد منه المجموعة الوطنية كل معناتها، حتى اللاعبين تاع الملعب التونسي في الآخر يلعبوا في الفريق القومي معناتها تستفاد الناس كل إن شاء الله. واضح. نتمنى له كل النجاح ان شاء الله، ينجح معاكم في الملعب التونسي. مدرسه جديده عليه ما يعرفهاش، اجواء جديده عليه، المهم تصبروا معاه. هذا نطلب انا بيد من جمهور الملعب التونسي انه يصبر مع المدرب. هو قاري كبيره وصغيره معناتها بريسك تفرج في الماتشات الكل نتاع البطوله عملنا، عنده فكره على اللاعبين الكل، الناس معناتها انسان خدام معناتها دي بوسور معناتها يخدم من الصباح لليل، عنده مكتب عنده كل شيء، معناتها ناس جايه باش تخدم جايه باش تنجح، ويحب يوري يدخل السوق تاع شمال افريقيا والسوق الشرق الاوسط معروف الاوبجيكتيف، دونك هو يحب ينجح في الملعب التونسي، عنده طموحات، انسان متكون بالكدا، لاعب كان في الافيز، لاعب في البرتغال، لاعب في هولندا، لاعب في البرتغال، معناتها مليان كره. مليان كره، وخادم في الدوري الاول نتاع البرتغال، والى الكاركتير معناتها فهمت، وان شاء الله معناتها انا نصور معناتها باذن الله باش يعمل قفزه نوعيه في الملعب التونسي ان شاء الله. طموحات الملعب التونسي في هذا الموسم، لانه الجمهور يستنى. تعرفوا معناها انه التواصل مع الجمهور مهم جدا. عندك الميكرو، شنو تقول لجماهير الملعب التونسي؟ نحن كالعادة معناتها باش نلعبوا على حظوظنا كاملة معناتها الآخر عام ديما نحن نجدوا هو الجمهور الملعب التونسي السنه مش تقول لهم نلعبوا على البطوله؟ اي في بالي نعرف، فهمت علاش لا ما نلعبوش على البطولة، كان تجينا الفرصة المواتية
وعندنا معناتها ليكيب دمرج بالكدا وتدخل بالكدا في البطوله باذن الله، علاش ما نلعبوش؟ نحن نراو في رواحنا تو من احسن الفرق الموجوده في تونس قادرين معناتها. على البطولة الموسم هذا؟ ان شاء الله باذن الله بالطبيعه، اذا هذه كوره في الاخر معناتها باذن الله. توا معناتها الملعب التونسي ولا عنده تقاليد معناتها 3 سنين 4 سنين نلعبوا معناتها في البوديوم، نجيو الرابعين. جينا مره كنا ماتش مستير داخل كنا نجيو دوزيام، بلاي اوف بلاي اوت هذاك كلاسينا وقتها في كاتريام بلاس. ان شاء الله معناتها عام هذا ندخلوا معناتها الترتيب الاول، علاش لا. إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وملعب تونس جمعية كبيرة قدرها الأدوار الأولى. ان شاء لكن الله. نشوف خالي معناها كيفاش مهمول على الملعب التونسي، يقول تيا مازال فما شكون يحب البقلاوة معناها. هو اللي عاشوا معناتها الجيل الذهبي نتاع الملعب التونسي راهم يرضاو الا بالبطوله في الملعب التونسي، وديما اول عام يلعب الملعب التونسي على البطوله. ان شاء الله نحن معناتها كيما نقولوا ما نعملوش ضغط على على الجو الكل. يا ساعات الضغط مهم راهو سي محمد. مش نعطيك انا حاجه، البطوله تمشي على مراحل. نبداو ناخذوا باينه من الاول ونمشيو نحضروا روحنا بكري، نحضروا كل شيء ونستعدوا. هو اهم حاجه انك تلقى روحك مستعد من الاول، تدخل الكازي ديبار معناتها حاضر، ونحن حاضرين. فهمت؟ نطلب من الجمهور تاعنا يكون حاضر، العدد تاعو كثيف في المدارج، يشجع اللاعبين نتاعو. زاد راهو تشجيع اللاعبين مهم. فهمت؟ الانخراط مهم جدا. اشتراكات لي زابونمون. الاشتراكات زاد كيف اللي هو مازال توا طلب ضعيف، معناتها الاقبال ضعيف عليهم خاطر الناس في الصيف، ومازالت البطوله بعيده. وان شاء الله معناتها جماهير الملعب التونسي معناتها يعملوا هبه معناتها على البوتيك نتاع الملعب التونسي، وياخذوا ثم تقريبا بمناسبه 78 سنه الملعب التونسي، ثم تقريبا ريميس 40% على توسكي لي زارتيكل في البوتيك. كيف لي زابونمون يقتنوا الابونمون باش نحضروا سنه معناتها تكون معناتها سنه فيها اللي يستناو الملعب التونسي هما يعرفوا وانا نعرف شنو فاش يستناو. اما كله مش كلام، لازم كله بالخدمه في التيران، والناس كل توقف مع بعضها وندزوا. راهو نعرفوا البطوله نحن في تونس كيفاش تدار معناتها. نحب نعرف انا ما نعرفش. لا تعرف كيفاش تدار. البطوله معناتها فيها برشا حاجات، برشا معناتها فما كواليس كبيره معناها في البطوله التونسيه، هذا ايش لازم حبيت تقول؟ ديما تكون مش فايق. تكون فايق، لازم تكون فايق. لازم ديما فوالا تخدم المقابلات نتاعك، تكون حاضر ديما، تكون قوي معناتها، تكون تخدم عندك شنو في الكواليس ولا تخدم خدمه تخدم. صح؟ لا تخدم فريق باش تكونوا موتيفي باش يلعب معناتها، ريت خاطر الموتيفاسيون. كلمه تخدم تفهم بالغالب عند التونسي راه تخدم امورك، تشكشك امورك معناها. لا نشكش كل شيء. نحن كي نطلبوا حقنا من لي زاربيتر تسمى احسن حاجه. نحن نطلبوا من التحكيم ديما توجور يعطونا حقنا الملعب التونسي، ما يظلموناش. نحن نحسوا في الملعب التونسي في السنوات هذه تظلمنا من التحكيم. هو انا نداء لهم معناتها يخليوا الكره في التيران في البيلوز، اللي يستحق يلعب يربح. اذا نستحقش نخسر 3 نخسر ونروح فرحان، اما ما تنحيليش معناتها ربح من معناتها جولات تتظلم ويحسوا بالقهر موش باهي. نحبوا معناتها عام هذا البطولة العام الجاي تتلعب في التيران. نحن ان شاء الله مستعدين باش نعملوا فريق، معناتها عندنا فريق باهي وممنين به، وان شاء الله معناتها نوصل لبعيد ونوصلوا معناتها نلبيوا رغبات معناتها جماهير الملعب التونسي. سكرتوا باب الانتدابات في الملعب التونسي جمعيه حاضره ولا ما زلتوا مفتوحين؟ مازال مفتوحين، اما بريسك معناتها قاعدين كيما نقولوا نختاروا حاجه معناتها عام هذا ما نحبوش الكثره. دونك باش نعملوا على اللي نجيبوه معناتها في بلاصتو ويكون معناتها دي جوار كونفيرمي. النوعيه مش النوعيه مش على الكميه. دونك عندنا افكتيف غني معناتها ريش في لي بوست كل موجودين. ان شاء الله معناتها اذا ثم نقاش تظهر بالماتش اميكو، تظهر بالواحد. واذا ثم تلقى لاعب معناتها ينجم يكون ويهز الملعب التونسي لحاجه اخرى، علاش لا ما ناخذوهوش. علاقه محمد محجوب بالجامعه التونسيه لكره القدم والرابطه والهيكله الرياضيه اون جينيرال؟ ولا علاقه باش نقول لك على علاقه عاديه معناتها احترام معناتها بالنسبه للجامعه والرابطه، رغم معناتها حسيت علاقه عاديه وكان علاقه بارده فيها فتور يعني؟ اي ما عندناش علاقه معناتها كيك سوا الملعب التونسي راهو في الرابطه معناتها تظلم، في الجامعه تظلم. وتظلمنا وهما صحيح يسمعوا، اما كيك سوا ما نحسوش معناتها ما نحسوش. حتى نحن تظلمنا في كي ما تعيطش الفرحات اللي كيما ناسيونال تسمى تظلمنا. معناتها تسمى الملعب التونسي تسرق لها 450 ألف دينار بين هي وبين قردان. مش نعطيك انا بالضبط معناتها هذا يعني تقول لي ظلم. فهمت؟
أعطيه حق العباد. الجامعة ما عنديش معاهم مشاكل معناتها فردية ولا بالعكس، الناس كل صحابي نكلموهم وبالعكس على اليكوت ويحاولوا يحلوا المشاكل. أما ديما يقعد كي يبدا بيرو فيدرال ما فيهوش معناتها ديما نحن ما عندناش مامبر غاديكا ستاديس، ديما نقعدوا ناقصين حاجة. لازم لكم ممبر ساديس معناها لا، هما كلهم باش غاديكا يعاونكم باش يدز. هما خاطر غاديك كلهم باللي كاسكات نتاعهم وراهو فيهم ناس مش نخبي في حاجة، هذه الناس كل تعرف. يا اخي ثم لاعبين مشاو كوب دو موند على والله الناس كل تعرف، مش بنحكي انا في الموضوع هذا، مش باش نعمل بوز، اما تونس كامله تعرف كما قالوا معناتها شكون مشاو وعلاش مشاو وكيف كيف حتى كيفاش لي مومبر دو بيرو يخدموا في جمعياتهم، هذا موجود. هما جايين باش يخدموا البطوله التونسيه والكره التونسيه راه مش اما يخدموا الجمعيات. جمعيات عندهم لي كاسكيت تاع جمعياتهم، تحب ولا تكره ظاهر معناتها عندهم لي كاسكيت تاع جمعيات. معناتها انا حتى حكيت معهم انديفيديوالمون ولا عندهم لي كاسكيت، وهذا هو المشكل معناتها باش تخدم انت كرة القدم التونسية خلي روحك ديستون على الجمعيات الكل. نصيحتك للمكتب الجامعي؟ نصيحتي المكتب بالنسبة للمكتب الجامعي هذا، أنا بالنسبة لي أنا يمكن تقريب كان تصير ثقافة أخرى متاع إنه الناس ما عادش تطبع مع الفشل، بالعكس تستقيل معناتها ثم ثقافة متاع الاستقالات، إذا ما نجحتش تستقيل. نحن جرب بن وقت طاح بالقسم الثاني استقال، فهمت؟ ثم ثقافة متاع الاستقلال، إذا ما نجحتش علاش قاعد تعمل هذيك. دونك بالنسبة لي أنا راه في معناتها حتى كي تستقيل مش معناتها عيب، معناتها تنجم تكون وفرت الظروف كل وعملت كل شيء باش تنجح في كأس العالم وما نجحتش ما حبيتش، فهمت؟ معناتها حسوا في رواحهم باش يخدموا باش واحد هذيك حاجة أخرى. هنا نشوفوا الوقت كانوا باش يخدموا شنو باش يعملوا شنو حلول كرة القدم التونسية، ما نتصورش في نهار وليلة، ما نتصورش في شهر، وما نتصورش في عام وعامين، خاطر نحن مشاكلنا جذرية معناتها عندنا معناتها لازم قوانين جديدة، مشكل لازم مش جامعه يعني مشكل بلاد مشكل كامله. اقوى من هكا معناتها مشكل في القوانين، في الهيكل قانون الهيكل الرياضيه، في القوانين زاد في تشجيع الرياضه. معناتها اسك الشركات تو تشجع في الرياضه، اسك عندهم قوانين باش كي ياخذوا يعطيوا دي سبونسور للرياضيين ولا حتى لي سبور انديفيديوال كيما نسمعوا تو، ولا حتى الكره اسك قاعدين ينقصوا لهم ديدكتيبل معناتها فيسكالمون من عندهم هما ينقصوا لهم 60 70% كيما برا. معناتها التشجيعات كيما نقول الاستثمار في الرياضه وكيفاش ترعى الجمعيات، معناتها الراعي للجمعيات ما عادش نلقاو نحن تو شركات ترعى الجمعيات، وعندنا شركات كبار. واجب سياسه الدوله كامله للنهوض بالرياضه. هذا هو، ما تنجم تعمل حتى شيء الا انك معناتها الدوله هي تتدخل وهي تخلي معناتها الرياضه معناتها اولى اولوياتها، خاطر الشعب التونسي راهو يتنفس رياضه في الاخر، معناتها كلنا نعيشوا رياضه، كلنا نحبوا الرياضه. دونك نحن عندنا اللي يبكيوا، وانا مشيت للامارات معناتها الناس ما عندهاش عباد باش يترينوا، عندهم تيرانات وعندهم انفراستركتور وعندهم كل شيء وعندهم لي سونتر دو فورماسيون، ما عندهمش لاعبين. نحن عندنا اللاعبين وعندنا الرياضيين وعندنا كل شيء وما عندناش لا الوقت ولا الانفراستركتور. معناتها زاد حتى التوقيت المدرسي زاد مهم جدا في تونس. معناتها طبعا 15 سنه انا خدمت في الشبان ونعرف معناتها التوقيت المدرسي، معناتها الطفل يروح 10 ونص ل 11 تعديل، مشكل الطفل كبير. من 6 من القرايه يتعدى غاديك لا كلا لا شربت شنو تحب كيفاش تخرج دي سبورتيف. ثم دي سبور تو في الكوره هكا معناتها 5 سيونس 6 سيونس وماتش، اما ثم دي سبور لازم تترينا صباح وعشيه ولازم تعمل برشا خدمه كيما جيمناز كيما ناتاسيون، برشا دي سبور بوكس، فيهم برشا خدمه. معناتها اذا توقيت مدرسي تروح 6 نتاع العشيه وفيه النهار ما عادش نجم تطلب انت بعديك باش تخرج رياضيين عالميين ولا معناتها اللي يصير هو توا قاعد يصير. راهو نحن قاعدين نعملوا في معجزات. تو مثلا باش نعطيك حاجه، تو الترجي توصل نصف نهائي كاس افريقيا معجزه، راهو بارابور الجزائر بارابور المغرب بارابور مصر بارابور افريقيا دو سود بارابور تنزانيا تو جايتك وانغولا. ما عادش معناتها الناس تنفستي، معناتها الناس تجيب في لاعبين بمبالغ وما يجوكش لتونس. حتى انت عندك فلوس 100 مليار 200 مليار قولوا يجي لتونس ما يجيكش على التيرانات اللي راه فيهم الانفراستركتور شنو باش يجي في تونس في ان شاء الله. فهمت؟ دونك اللي قاعدين يوصلوا فيه معناتها الفرق التونسيه مثلا كيما الترجي تو اكثر فريق قاعد معناتها يعمل في بالنسبه لي انا قاعد يعمل في معجزه كي توصل تلعب نصف نهائي شامبيونز ليج كل عام. راه فهمت؟ سي با فاسيل معناتها ما عادش نخلطوا. راهو العام الجاي والعام اللي بعده لازم الناس تعرف رانا ما عادش نجموا نترشحوا. راهو الفريق اللي باهي باش تفيق معناتها ثم معناتها بطولات اخرين قاعده تحيا والناس قاعده تستثمر. معناتها توا انا كيما الكوب دو موند قبل كنا نعملوا ماتش نول ونخسروا ونربحوا ماتش،
المره هذيك لينا 12، المره الجايه ما عادش نترشحوا جمله راه. معناتها اذا باش نقعدوا هكا رانا ما عادش نجموا نترشحوا ونوصل حتى كاس افريقيا ما عادش نجموا نترشحوا، خاطر الكره توا تبدلت، معناتها توا ولات بلاصه تخش عليك على المسيحيه، تعطيها تعطيك، معناتها تستثمر تتبقى لاعبين. دونك الفو نعملوا نظره شامله، نعملوا ريكيول، والناس الكل تقف مع بعضها، والناس كلها تتلمد. معناتها ريت الكره مسؤوليه تاع الناس الكل، صحيح مسؤوليه الدوله كيف مسؤوليه البيرو الفيدرال، انه معناتها يوجه ويشوف واقتراحات وقوانين مع سلطه الاشراف باش ننهضوا ونصلحوا كره القدم التونسيه. كل عام والملعب التونسي حي بألف خير، 78 سنة نسلم. مرة أخرى من الأمجاد من التتويجات. كاميرا قدامك، رسالتك الأخيرة لجماهير الملعب التونسي سي محمد. والله نطلب ان شاء الله معناتها كل عام وانتم بخير الملعب التونسي، ان شاء الله معناتها الملعب التونسي ديما متالق، وملعب التونسي من حسن الى احسن ان شاء الله. معناتها كما نقولوا يراو الجماهير الملعب التونسي، جماهيره يرى الملعب التونسي في حله خير من وصلنا له نحن توا. هذا كل ما يصير اذا من الناس كل تلتف ورا النادي نتاعها، نوقفوا مع بعضنا يد واحده، قلب واحد، هدف واحد، ان كنا نخدموا الملعب التونسي ونخلوه ديما الرايه نتاعو عاليه، ونخليوه الملعب التونسي معناتها ديما عايش في فتره زاهيه، ما يدخلش في الازمات، يكون معناتها رياضيا قوي، ويكون ماليا متوازن. يعطيك الصحة سي محمد، نورتني برشا وربي يخليك، شكرا.